أكد رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أنه تم لحد الآن إعادة ربط بعض المناطق في شمال وجنوب البلاد بالتيار الكهربائي بشكل جزئي بفضل مساعدة قدمتها كل من المغرب وفرنسا. وتقدم سانشيز بهذه المناسبة بالشكر الجزيل للمملكة المغربية على هذا الموقف التضامني والدعم الذي جاء في الوقت المناسب. وقال سانشيز أن الأسباب الحقيقية لهذا العطل الذي شهدته مختلف مناطق إسبانيا لم تعرف لحد الآن. إسبانيا تتوفر على خطة كاملة لإعادة التوريد في مواجهة سيناريو تجدد انقطاع التيار الكهربائي. في الوقت الحالي عادت الإمدادات بالكهرباء إلى عدة مناطق بشمال وجنوب شبه الجزيرة الإيبيرية بفضل الربط الكهربائي مع فرنسا والمغرب. لا يسعني إلا أن أعبر عن امتناني لهذين البلدين لما أبدياه من تضامن خلال هذه الفترة. لقد عادت جميع محطات الطاقة أو محطات الطاقة الكهربائية إلى الاشتغال، الأمر الذي يبشر بعودة الإمدادات في جميع أنحاء إسبانيا. ستقطع الكهرباء على المغرب. تتذكروا القصة هذه ولا نسيتوها؟ روحوا نسمعوا رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز ماذا قال. España cuenta con planes de reposición definidos para afrontar este escenario. Por el momento ya se ha restablecido el suministro en varios territorios del norte y del sur de la península gracias a las interconexiones con Francia y con Marruecos. وقت كنت نقول بأنه رواية قطع الجزائر الكهرباء على المغرب هي يعني ترهات يعني يعيش بها النظام الجزائري وأنصاره، وأنه الحقيقة أنه لا وجود لتموين بالكهرباء من الجزائر إلى المغرب. لكن السنة الماضية كانوا يقولوا 31 أكتوبر سنقطع الكهرباء على المخزن وكذا وكذا وكذا. طبيعة الحال وكان يقال لي بأنني عميل المخزن لأني كنت نقول أنه لا وجود لهذا الأمر. اليوم في إطار هذا الأمر اللي تابعته كلكم، أزمة كبرى في إسبانيا، إعلان حالة طوارئ بسبب انقطاع الكهرباء، أزمة التموين بالكهرباء كبرى في إسبانيا. لكن بيدرو سانشيز من شكر اليوم شكر فرنسا وشكر المغرب على دعمهم لإسبانيا في إعادة الكهرباء لبعض المناطق في إطار الترابط الكهربائي الموجود بين هذه البلدان. لكن إسبانيا النظام الجزائري منذ ساعات آخر مرة سمعنا بإسبانيا هو لما تبون قال لك أنه إسبانيا تكاكات، عبارة تافهة وكلام سوقي وأكاذيب بأنه إسبانيا تراجعت على موقفها. شفتوا الجهل اللي في الجزائر وين وصلت الأمور. الناس ما تراجعش، الناس أصلا لم يتم ربما أنا أو البعض فقط، لكن على قلتهم يعني الناس أخذت هذا الكلام على أنه حقيقة في الجزائر وخلاص إسبانيا تراجعت على موقفها قالها تبون. لكن الحقيقة أنه إسبانيا لم تتراجع، أنه 7 ملايير دولار الرقم اللي أعطاه خاطئ، لأنه إسبانيا كانت تصدر 2 مليار دولار للجزائر في 2022 وقت توقيف الاستيراد من إسبانيا. واليوم يعني في إطار ساعات بعد ما قال تبون هذا الكلام تشوف أنه إسبانيا شكون تشكر؟ راهي تشكر في المغرب من هي. يعني النظام الجزائري اللي حط نفسه في موضع المقارنة مع بلد أصلا اللي هو الجارة الغربية ليس له نفس المقدرات، ليس له نفس أصلا الناتج الإجمالي الخام، ليس له نفس الريع البترولي والغازي اللي عندنا. لكن اليوم يعني بطبيعة الحال رغم التفاوت في الإمكانيات نشوفوا أن البلد اللي يقدر يقدم نفسه كحل كوسيط ككذا يعني هو الجارة الغربية. والجزائر في عزلة. دول الساحل اليوم وزراء خارجيتها الثلاث: النيجر، مالي، بوركينا فاسو، في الرباط عند في القصر الملكي عند الملك المغربي. في وقت تبون منذ ساعات كان يصف دول الساحل بأنهم دول يبعثوا لنا المتسولين، وكان يقول لك أنه عندنا إشكالية مع النيجر وإزمة ومالي وكذا والإنقلابيين وما الإنقلابيين. وعندك بلد آخر من هي راهو يقدم في نفسه كوسيط كحل في لغة هادئة دون هذيك البهرجة والكلام. تبون لابد الآن، احنا الجزائر هذه راهي دخلت في حائط وانتهى الأمر. الآن لابد أن يكون مشروع كل جزائري هو إغلاق فم عبد المجيد تبون. هذا راح يكون أكبر إنجاز للجزائر في ال10 سنوات الأخيرة. لو يغلق تبون فمه فقط دون الاستقالة دون أن يتم إسقاطه لا أي شيء، يكون هذا إنجاز تاريخي وأسطوري للجزائر. هذا أكثر ما يمكن أن نحققه